طب خليني اعرف منك يا عمر، ازاي وجود سلندر ممكن يأثر على سوق السيارات في مصر؟ يعني كل الاوبشنز اللي انتوا، او كل الحاجات اللي انتوا، او التسهيلات اللي بتقدموها للعملاء بتوعكم يعني. بص احنا طبعا يعني نفسنا انه يعني سيلندر ما تبقاش الشركه الاولى والوحيده، نفسنا انه يبقى في ناس زينا كتير، صح؟ ان احنا كل ما يبقى في شركات زينا موجوده في السوق، كل ما احنا بنخدم السوق المصري، صح؟ والسوق المصري صح جدا. كبير جدا. عمره ما يبقى سوق واحد، يعني شركه واحده تعرف تسيطر عليه، بالظبط. بالعكس. صح. فاحنا لما كلنا في السوق نبدا نبص على المستعمل، ونبدا ان احنا نوفر عربيات مستعمل بحالة كويسه، بنخدم المواطن وبنخدم البلد. ان احنا واحد، احنا بنمد صلاحيه العربيه. فبدل ما انت العربيه بتاخدها 3 4 5 سنين وعايز تبيعها، ممكن تقعد بيها 6 7 سنين، والعربيه ممكن تعيش اكتر. فده واحد. ازاي احنا نقدر يعني احنا وجودنا هيعمل ايه؟ احنا املنا ان وجودنا يخلي الناس ترجع تبص على المستعمل تاني. الناس ما تفقدش الثقه في المستعمل، انه المستعمل عربيه وشغاله وتمام وزي الفل وكل حاجه. انا اكشلي اخر عربيه دلوقتي عندي عربيه مستعمله، والعربيه تمام وكنت مطمن ليه، عشان اللي اشتريتها منه كنت مطمن ان هو بيعمل صيانته في التوكيل، والعربيه تمام والحاجات دي كلها. ودي الحاجات المهمه، ودي الحاجات اللي احنا بنحاول نديها للناس. فاهم حاجه؟ انه الناس كلها تشتغل على ان هي تطمن المواطن وهو بيعمل العربيه في الشراء والبيع. وده املنا ان احنا نرجع نعيد الثقه بتاعت الناس موجوده تاني في المستعمل، ونرجع نعيد هيكله السوق تاني. انه يا جماعه لا، المستعمل ده سوق كبير، وان المستعمل ده سوق مهم، وانه لا، في عربيات كتيره بتشتري، وان النهارده في غلو الاسعار وفي غلو العربيات ناس كتيره مش العربيه الجديده بقت صعبه، العربيه الجديده ما بقتش سهله. فانت النهارده فالواحد عايز يشتري عربيه افوردبل، عايز يشتري عربيه متناول البادجت اللي هو حاطه للعربيه. فعشان كده لازم تبدا تبص على المستعمل تاني، بس لازم تبدا تبص على المستعمل تكون انت مطمن له. وده بالظبط اللي احنا بنحاول نعمله. نغير فكره ان هو العربيه المستعمله لا يا جماعه مش مضمونه، لا هي دلوقتي مضمونه 100%.